الاجنبي عايز يدي فلوس للعيبه، وقال لهم لو حد محتاج فلوس انا اسلفه. ده يانيك فيريرا اللي انا وغيري بيطالبوا برحيله. يا عم انا اسف، لو انت بهذه الاخلاق وهذا الفكر انا بتاسف لك، حقك عليا. الجزء الكبير والسبب الاكبر في اداء نادي الزمالك هو الازمه الماليه، لازم نعترف بده وما نحملش اللعيبه فوق طاقتها. طيب التجربه الادواريه فشلت ليه؟ تعال بص على جدول الدوري، هتلاقي الزمالك 18 نقطه والاهلي 18 نقطه والمصري 18 نقطه. عمرها ما حصلت، لا حصلت السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. لكن هناك ازمه ماليه، لكن في حاجه كويسه، ادي الجدول اهو قدامكم. انا ازاي احكم على تجربه جون ادوار بالفشل وهو عنده 18 نقطه زيه زي النادي الاهلي؟ النادي الاهلي متبقي له ماتش على راسي ودماغي من فوق، بينافس في ظروف صعبه. يعني الزمالك لا هو ال11 ولا هو ال12 ولا هو ال15. ده من اسبوع ما كناش شايفين الاهلي في جدول الدوري والناس كانت قالت لك خلاص الزمالك خد الدوري بقدره قادر. الاهلي بقى يعتبر اول لو كسب ماتش، عنده استقرار. ما هذا هو الاستقرار المادي. تاني بطالب كل الناس بالوقوف جنب نادي الزمالك. كلنا الفترة دي أهلاوية زملكاوية